هو سؤال رخم شويه. سؤال رخم حبيبي، ربنا يخليك. السؤال هو اللي رخم مش انا. ايوه طبعا السؤال. مهندس كمبيوتر. انت طلعت فوق، ده في بلاوي فوق، الفلوس كلها فوق. انا كده هتصدم. انا بس نشوف لك دي اسمها ايه. اوكا اليت. يا نهار ابيض، اساله سؤال ايه بقى؟ البس يا باشا سماعات. يلا بينا. الراجل الطيب ده قرر ان هو ما يبقاش مهندس كمبيوتر النهارده، وعايز يكسب مكنه تركش كوفي. اوكي تمام. انت ذكي ليه؟ عشان ما فيهاش ان. طيب صح كان قصدك. صح. اصل ايه السؤال اللي ممكن اساله لك يعني في مكنه القهوه؟ بتعمل كام كوبايه مثلا؟ توتر بقى. انا جايب لك توتر. سؤال صعب قوي يعني. ليه عملت فيا كده؟ انا ما اعرفوش، ماشي بس مهم. ما انت اللي جبت حاجه ب 13500 جنيه. ماشي. انا مش عارف اصلا ايه الميزه دي، غريبه قوي. بيقول لك ما هي دور تكنولوجيا الاوتو بويلنج التيتيود ديتكشن في هذا الجهاز؟ تقريبا عشان توصل لدرجة حرارة معينة ما تعديهاش، عشان لما تيجي تعمل قهوة تبقى مظبوطة. ده اللي انا خرجته كده، بس مش متأكد. ما هي كلمه اوتو بويلنج كده، ايه علاقه الاتيتيود بالموضوع؟ ان هي تبقى ماشية مثلا مع التيتيود الاتيتيود مثلا، عشان تفصل عند درجة حرارة معينة مثلا، او عند ما تعديش حاجة معينة. هو سؤال رخم شوية. سؤال رخم حبيبي، ربنا يخليك. السؤال هو اللي رخم مش انا. ايوه طبعا السؤال. انت معاك وسيلتين مساعده. ممكن اغير لك السؤال، او ممكن احذف لك اديك اختيارات. يعني ممكن اغير لك السؤال او اديك اختيارات. اديني اختيارات. اديك اختيارات. ذكاء برضه. الاختيار الاولاني: قياس المسافه ما بين الماكينه والفنجان. اوكي ضبط درجه الغليان بناء على الارتفاع عن سطح البحر. تمام. تنبيه المستخدم عند الوصول لدرجه اعلى من درجه الغليان. تحديد كميه البن المطلوبه تلقائيا. عندك دلوقتي الاختيار: يا تكمل وتقول هو ده الاجابه بتاعتي خلاص، يا اما تستخدم وسيله المساعده اللي هي غير السؤال. فغير لك السؤال ويتحول السؤال ده سؤال جمهور. يلا خلي الجمهور تجاوب. خلاص يلا نستخدم وسيله المساعده. عشان ايه؟ هنستخدم وسيله المساعده.